إخوان أخوات، ومرحبا بكم مجددا في قناتكم مع نجيب. في هذا الفيديو كيف ما وعدتكم في الفيديو الأول أنني غادي نتطرق الموضوع ديال كريديت سكور. في هذا الفيديو غادي نهضر على نعطي واحد التعريف مبسط على الكريديت سكور، علاش هو مهم، المعدلات ديال الكريديت سكور شنو هو دوك الأرقام ديالو، والمعايير المستخدمة اللي باش يحسبوا بها الكريديت سكور، والعوامل اللي تؤثر على الكريديت سكور. الكريديت سكور علاش مهم؟ هذا الموضوع تنظن انه مهم بزاف، وبغيت المهاجرين بخصوص الجدد او المقبلين على الهجره يعرفوه باش تكون عندهم واحد لاباز اللي هي مزيانه باش يتفادوا بعض الاخطاء ويبداو على الطريق الصحيح من يجيو ان شاء الله هنا لامريكان ولا من يكونوا ساكنين هنايا. وبطبيعه الحال الفيديو غيقدر ينفع الناس اللي ديجا كانوا هنايا مستقرين، ويقدر تكون غافلين على بعض المعلومات اللي نتمنى أن تكون هذه الإفادة لهم تأهما إن شاء الله. على بركة الله. شنو هو الكريديت سكور؟ الكريديت سكور هو واحد الرقم تيتعطى لكل أمريكي عنده سيكوريتي سوسيال تيحسبوا عليه، وإلا كان عنده الكريدي مثلا داير شي قرض. إلا ما كانش عندك القرض ما غيكونش عندك كريديت سكور، يكون عندك زيرو، ما كاين شيء، لان ما عندكش الهيستوريك باش يحسبوا هذاك. دونك داك الرقم تيشوفوا شحال ما كان عالي، شحال ما مزيان، شحال ما هابط، ما مزيانش. وشنو تيدل هذاك؟ تيدل انك كيفاش واش حق هاد انت تخلص الكريديات للبنكه ولا المؤسسات الماليه اللي انت واخد منها، مثلا كريدي ديال ايموبيليي ولا كارت دو كريدي اللي هي بطاقه الائتمان ولا اي حاجه. يعني هذاك السكور هو واحد الصوره ديال القدره ديالك على انك ترد الكريدي ديالك، يعني هذيك هو الكلمه ديالك. حنا مثلا كيف ما موالفين سلفني ونرد لك غير بالكلمه، هما ما تيامنوش بداك الشيء، تيامنوا بالكريديت سكور. يعني الكلمه ديالك هي كريديت سكور، كان طالع مزيان، كان هابط، راه ما مزيان شي. علاش هو مهم؟ كيف ما قلت، ملي تبغي تمشي تشري مثلا دار، باغي دير كريدي، غادي يشوفوا هذاك كان عندك ناقص بزاف، راه ما يعطيوك شي. لان بالخصوص مثلا في الكريدي ايموبيليي يعني ديال الدار، خص يكون عندك واحد المينيموم باش يوافقوا لك على القرض. هذه من جهه. من جهه ثانيه، من نفرض باغي تمشي تكري مثلا ابارتمون، وهنا كيف ما تنعرفوا تقريبا كاع لي زابارتمون راهم مسيرين من عند شركات، تيشوفوك واش غادي تقدر تدفع الخلاص ديال الكراء كل شهر. يقدروا الا شافوا كريدي كان عندك طالع مزيان تيقول لك مرحبا، كان شي شويه ماشي حتى تماك تيقول لك اعطيني ضمان خلص لي شهر ولا $200 ولا على حسب القانون ديالو الداخلي المنظم ديال ديك الشركه. ولا مشيتي مثلا، نعطيك غير مثال بسيط، بغيتي تمشي تشري تليفون مثلا وتاخذ خط جديد ديال التليفون بالتليفون ديالو من عند الشركه مثلا فرايزن لنفرض، اللي هي واحد الشركه هنايا ديال الهواتف والاتصالات. الا كان عندك داك الكريديت ديالك، كريديت سكور ديالك ناقص، راه يقدر يقول لك اعطيني $200 كضمان. بغض النظر الا مشيتي الى واحد عنده كريديت سكور طالع، تيعطيو هذاك التليفون، لان غادي ماشي بطبيعه الحال فابور، ولكن الا كان غادي يخلص بالاقساط ويعطيوه النمره هذه. حتى نفرض مثلا مشيتي دير لاسيرونس ديال الطوموبيل، راه كاين كريديت سكور تيشوفوه باش لان حتى هذاك تيشوفوا واش لو ريسك كاين طالع ولا لا، انك غادي تخلصهم ولا لا. على العموم خلاصه القول، كريديت سكور هو واحد الرقم اللي تيمثل اللي بمثابه الكلمه ديالك، شحال تقدر ترجع وشحال ما كان طالع، شحال ما تيسهل عليك بزاف الامور. هنا هادو هما الكريديت سكور رينجز، يعني شنو هما الطبقات ديال الكريديت سكور. كاين فيري بور يعني مكحط عيان، fair يعني شويه، good يعني مزيان، very good، و exceptional و excellent. هنا كيف ما تتشوفوا كاينين جوج ديال الانواع ديال الكريديت سكور، كاينين جوج ديال واحد سميتو فايكو اللي هو مشهور اكثر واكثر تداولا بالمقارنه مع فينتج حتى هو، وكريديت سكور اللي هما هادو كما نقولوا معادلات تيحسبوهم كل بعض المؤسسات. ثلاثه المؤسسات كاينين غادي نطرق ليهم اللي تيحسبوا الكريديت سكور،
وحده تتحسب فايكو والاخرين تيحسبوا فينتج بداك النظام. ومتى تمشي دير تمشي دير كريدي مثلا ديال الدار ولا اي حاجه، الابناء تيشوفوا بجوجهم هادو، تيشوفوا لان تكون واحد الفرق صغير بيناتهم. ولا شفتوا مثلا هنا في هاد لي زانترفال اللي كاينين يعني في هاد المجالات الارقام كاين الاختلاف. بحال مثلا نفرض هادو تيسميوها مثلا very poor كاين يعني الاولاني اللي خايب من 300 حتى ل 579 بالنسبه للفايكو، ولكن بالنسبه للفينتج راه من 300 حتى ل 499. هادو هما الفرق اللي كاين، وكل واحد عنده معدلات. وهاد الارقام هاد لي طو تيتبدلوا مره تيديروا التحيين ديال المعادله ديالهم على حسب الظروف الاقتصاديه، وزيد كاين بعض المسائل الاخرى اللي تدخل فيها التحديد ديال هذه الارقام. كيف ما قلت لكم شحال ما كان كبير شحال ما مزيان. والمؤسسات اللي تيحسبوا هذا اما فايكو او لا فينتج كاينين ثلاثه: ايكوافاكس، اكسبيريان، ترانزينيون. بالنسبه للايكوافاكس اللي هي الاولى وترانزينيون اللي هي الاخرى هنايا في هذا اللي على الشاشه تيحسبوا فينتج، واكسبيريان تيحسب فايكو. هذا بالنسبه لهم هما اللي تيصاوبوا دوك كما نقولوا المعادله ديالهم، وهما اللي كيفاش تيحسبوا المعدلات انطلاقا من الهيستوريك ديال داك الشخص اللي تيحسبوا له الكريدت سكور ديالو. شنو هما المعايير اللي تيستخدموا باش يحسبوا؟ هما تقريبا كلهم عندهم بحال عندهم كل جزء اولا كما نقولوا واحد فاكتور، يعني واحد العامل تيعطيوه واحد البورسونتاج اللي هو تيمثل اهميه. بالنسبه كاين الاولاني اللي هو كيف ما تشوفوا 35% من داك المعادله اللي تيحسبوا باش يخرجوا لك الكريدت سكور ديالك. 35% راه محسوب على الهيستوريك ديالو ديال الدفع، يعني البايمون ديالك واش تخلصهم في الوقت. يعني الا كنت تخلص في الوقت 100% ديما تتخلص في الوقت، غادي يكون واحد السكور يكون عندك شويه مزيان، يكون عندك مزيان. يعني علاش ملي نفرض كريدت سكور ديالك فيه 700، ديك 700 راه محسوبه مثلا داخله فيها شحال تتخلص مثلا في كل وقت، هذاك الاهميه ديالو هي 35%. وبالنسبه للعامل الثاني اللي هو مهم هو المبلغ الاجمالي المستحق. شنو تعني هذا؟ منين نفرض عندك كارت دو كريدي فيها $100,000 اللي نفرض ياك، وانت مستعمل منها غير $100، يعني شنو تيتسالوا عليك على ديك الالف؟ يعني غير 100 اللي هي 10% تيتسالوا لك. دونك هذا مزيان، انا خصك تخلي داك لو طو دوزاج كيف مثلا يعني نسبه الاستعمال ديال مثلا ديال الكريدي ديالك المخول لك تستعملو قليل. واخا هو مثلا عاطينك $1,000 ولا $20,000 شحال ما كان في داك الكارت دو كريدي مثلا، تستعملو قليل. شحال ما استعملتي قليل شحال ما سمعتي قل من 30% لتحت، هذا هو اللي تيقول لك يعني العامل اللي خصك ديرو في بالك. انا خليك تستعمل غير قل من 30% باش ذاك الامباكت ديال ذاك الاستعمال يكون كبير على الكريدت سكور ديالك، وتيعاون انه يطلع. يعني الا بقيتي ديما تدفع تتخلص وديما تتخلي ان المبلغ اللي تستعمل ديال الكريدت ديالك على الكريدت كارد، داكشي اللي المبلغ اللي مسموح لك به تستعمله يكون قليل، كل ما مزيان. وكاين كاين النقطه الثالثه اللي هي ما كاينش كيفاش غادي دير باش غادي تسرعها ولا تخليها ايجابيه كثيره، لانه هو شحال وانت تدير معاهم يعني طول تاريخ الائتمان. من تكون جديد داك تكون عندك عام، يلا بديتي مثلا، يلا اول نوبه شريتي درتي مثلا كارت دو كريدي مثلا، ولا شريتي شي حاجه بكريدي، ديك الساعات تيبدا تحسب لك ان عندك كريدت سكور، وتيشوفوا لاج ديالو انك يلا بديتي هذه شهرين ولا 3 شهور، يعني غادي يكون داك تنقيت في ديك الفئه يكون شويه قليل عندك. ولكن ضروري الكريدت سكور تيخص الوقت باش تمشي من والو حتى يبدا عندك ان كريدت سكور حتى يولي عندك كريدت سكور عالي وصحيح. خصو وقت، هذا خصو وقت، وما عندك ما دير ما هو انه تاخذ بعين الاعتبار داك المساله الاولى اللي هضرنا عليها ديال انك تخلص في الوقت،
وانك ما تستعملش كاع الكريدي اللي عاطي اللي مسموح لك به تسمع، داك الغلاف اللي مسموح لك به تستعمله، اللي قلنا مثلا يعطينا مثال به ديال $1000 واستعمل غير $100، يعني استعمل 30% قل. وكاين مثلا تيشوفوا عاوتاني النقطه الاخرى، شحال من مره دفعتي الطلب على انك تاخذ كريدي، كو سوسوا خديتي مثلا كارد دو كريدي، بغيتي دير مثلا مشيتي لشي محل تيبيع الناموسيات مثلا او الاثاث، وبغيتي تشري داكشي بالكريدي، اي حاجه بحال هكا تتسمى انك غادي باغي تطلب الكريدي. ما خصوش يكون عندك تطلب مثلا 5 المرات في العام، او لا طالب كثر، شحال ما طلبتي كثر شحال ما هذاك غيكون عنده واحد لامباكت على الكريدت سكور ديالك، يعني غادي ينقصوا لك يهبطوا لك، غادي يقول لك هذا السيد راه باغي يطلب الكريدي بزاف، راه كما ما تيشوفوهاش انها ايجابيه، تيشوفوها انها سلبيه وتنقصوا لك في الكريدت سكور باش ما تبقاش تطلبوا بزاف عاوتاني. والاخر نقطه اللي هي مزيج الاعتمادات. هذا شنو تيعني؟ انك تيشوفوا شحال ما كان عندك مثلا تنوع في انواع الكريديات شحال ما مزيان، يعني يكون عندك كارت دو كريدي، تكون عندك مثلا كارت هذا كريدي ايموبيلي يعني ديال الدار، تكون عندك مثلا شي حاجه واحده اخرى مثلا لنفرض هذا الكريدي ديال القرايه ستودنت لون ولا شحال بحال هكا. شحال ما كان داك التنوع داك المزيج شحال ما تيكون مزيان. اما الا كان عندك غير مثلا غير الكارت دو كريدي تيقول لك هذا راه ماشي شحال، ولكن يعني لامبورطونس ديالو ولا الاهميه ديالو في المعادله كامله قليل، لان داير له غير 10%، هو وداك ديال الاعتمادات الجديده تيكونوا شويه قلال. هذا هما اللي تيشوفوا مثلا المعايير المستخدمه. نتايا شحال ما تبعتي هادو شحال ما مزيان، بمعنى خلص الكريدي ديالك في الوقت ديما، هذا كيعطيه عنده واحد الاهميه كبيره في المعادله. يعني المبلغ الاجمالي المستحق، يعني اذا كان مسموح لك تاخذ تستعمل واحد المبلغ ديال الكريدي بخصوص كريدي كارد، هو تيكون على كريدي كارد عطينك $1000، الماكسيموم اللي تستعمله هو $300 يعني. وغادي نهضر اكثر على هذه النقطه لان موضوع كله بوحده ديال الكريدت كارد نهضر عليه في فيديو اخر. وكما الحاجه اللي ما عندك ما دير ليها انك هو الوقت، اللي كما نقولوا طول تاريخ الائتمان، هذاك غير الوقت ما عندك ما دير له. والاعتمادات الجديده الماكسيموم هو على ما تنذكر ما بين 3 و5 في العام. تقدر الى شي حاجه اكثر من هكا تتولي عندها لامباكت يعني النيجاتيف، يعني غادي ياثر عليك بالسلبي. خليه انت غير 1 و 2 في العام. والمزيد الاعتماد مزيان تاخذ مثلا كارت دو كريدي وحده مثلا، وتاخذ شي كريدي نوع اخر مثلا ديال ايموبيليي مثلا، او لا تمشي مثلا ديال الفورنيتور بحال هكا، او لا بيرسونيل كريدي بيرسونيل. نتمنى هذا الفيديو عطى واحد الايضاحه على شنو هو الكريديت سكور وعلاش مهم، لانه الا شحال ما كما قلت غادي يساعد عليك. وإلا عرفتي هاد العوامل اللي يستخدموها باش يحسبوا داك الكريديت سكور، شنو هما لي فاكتور ولا العوامل اللي غادي ياثروا عليك سلبا او لا ايجابيا، وإلا شفتي ان نفس العوامل راك غير خاصك انت تعرف كيفاش تستعملهم باش يخدموا لصالحك، باش ياثروا بالايجابي. وإلا ما عرفت الا استعملتيهم بطريقه ماشي هي ديك سلبيه، غادي بطبيعه الحال غيأثروا عليك بطريقه سلبيه. والحاجه الوحيده اللي بغيت نقولها ان الكريديت سكور راه الوقت ثم الوقت ياخذ وقت كبير باش يطلعوا، وتياخذ وقت قليل باش تهبطوا، يعني خصك تكون ديما حريص على هذه النقطه. بالنسبه للمهاجر الجديد غادي تقولوا مثلا علاش كيفاش نقدر ناخذ نطلع الكريديت سكور. اول حاجه كاين كما قلت الوقت، يعني في الاول غادي يكون ديزافونتاج، ما يكونش عندك لافونتاج، غادي تكون شويه الوقت لعب ضدك. ولكن الا تبعتي بعض الطرق بحال مثلا تاخذ سكيور كريديت كارد وتاخذ مثلا شي حاجه قليله وتبقى تستعملها بطريقه عقلانيه وتخلص في الوقت، هذا هو اللي هذه مهمه، تخلص في الوقت غادي تساعدك. هذه الحاجه الاخرى اللي تتكون تساعدك انك
تحصل على كارد كريدت، تحصل على كريدت سكور اللي هو شويه طالع، اللي نفرض انايا مثلا مستقر هنا شحال هادي وعندي الكريدت سكور ديالي، ونفرض تزوجت والمدام ديالي جات وعطيتها واحده من لي كارد دو كريدي ديالي دخلتهم لها في سميتها، تسميوها عفوا تسميها authorized user، يعني مستعمل عنده الحق يستعملها. داك البروفيل ديالي ديال الكريدت سكور تيدوز ليها وهذاك الا كان عندي انا مزيان راه تيدوز ليها مزيان، الا كان عندي خايب يدوز عليها خايب. هذا هو اللي كاين. نتمنى هذا الفيديو يرق اعجابكم ويفادكم جميعا. بطبيعه الحال انا متاكد بلي غيكون عندكم بزاف ديال الاسئله. مرحبا بكم، حطوهم في كومونتير وانا راه الاشاره. ولا كان خصني نزيد ندير فيديو واحد اخر اللي نطرق للمسائل اكثر تبسيط ولا اكثر تعميق، قوليها لي في كومونتير. مرحبا، ونتمنى التوفيق للجميع، وما تنساوش دعمونا بسبسكرايب وفعلوا الجرس. مازال الكثير قديم جاي ان شاء الله، وما يكون غير الخير ان شاء الله، والله يوفق الجميع. والسلام عليكم.